السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو سأتحدث عن أخطر الأشياء المسببة للموت المفاجئ، ولكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد أن أشكر بعض الأخوة وخصوصا في منهم يوتيوبرز الذين كانوا يسألوا عنا باستمرار وتواصلوا معنا في فترة النزوح. أريد أن أشكر بداية الأخ اللي هو داني عبد العزيز المقيم في أمريكا، وأشكر طبعا صاحب قناة يوتيوب، وأشكر الأخ أبو النصر مقيم في تركيا برضو صاحب قناة يوتيوب فن تربية طيور الزينة، وأشكر ابن الشام أيضا الذي تواصل معنا، وأيضا أن أشكر أخي وحبيبي وصديقي أمير مجدي الذي لم ينقطع عنا نهائيا، وأخونا بكر الجيوسي. أريد أن أختم بالزهرة المتفتحة دوما أخوي الفلسطيني وجدي أبو ريان. موضوع حلقتنا لهذا اليوم زي ما قلنا أخطر الأشياء المسببة للموت المفاجئ عند الكناري وعند العديد من طيور الزينة، ألا وهي بداية العفن. طبعا حتقولي العفن شو يعني العفن؟ العفن الناتج عن الرطوبة، يعني لو وضعنا باتيه داخل القفص أو أي نوع أكل وهذا الأكل وصلوا مي، حطيت حمام ماء، الطير تحمم، انتقل الماء من الحمام إلى الباتيه قعد أيام ووصلت رطوبة وتسبب به عفن، هذا العفن يسبب الموت للطيور. الحبوب نفسها لو وصلت إلى درجة العفن فإنها تسبب الموت للطيور، يومين ثلاثة بالكثير. طبعا الأعراض إنه الطير ما بيكون عليه أعراض، ما في أعراض نهائيا. العصفور بيكون بيغني وطبيعي، فجأة يصبح معاه ما يسمى بالنزلة المعوية، يصير معاه إسهالات شديدة، تسييف يعني بسيط، ممكن يكون بسيط وممكن يكون شديد، ولكن الغريب أن العصفور يموت خلال 3 أيام. تمام؟ إذا العفن. النقطة الثانية وهي بول وبراز الفئران. العديد من المربين يدخل الفأر داخل القفص ويدخل داخل المعلف ويأكل مع العصافير، يتبول أو يتبرز داخل العصافير ويشرب أيضا من الماء. بول وبراز الفئران به بكتيريا شديدة السمية وسامة ومضرة بالعصافير، وتسبب أيضا النزلات المعوية عند الطيور والإسهالات والموت المفاجئ. هاتين النقطتين التي قد لا يأخذ باله المربي منها أردت أن أحيطكم بها، ولا أنسى أن أشكر جميع من تواصل معي على وجه العموم ومن ذكرتم على وجه الخصوص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة إن كنت ترانا للمرة الأولى. وإحنا طبعا بنجهز للموسم الجديد 2025، وإن شاء الله قريبا راح نعمل فيديو مطول عن الموضوع. السلام عليكم.